السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وبألف خير. القصه ديال اليوم غير على القصص اللي كنعاود لكم ديما، داكشي اللي كيعجبكم. ما نطولش عليكم، نبداو القصه ديالنا. في كاليفورنيا، الولايه الذهبيه، ارض الاحلام، السينما والمشاهير. في صيف عام 1985 مدينه لوس انجلوس كانت كتعيش واحد من اسخن الفصول في تاريخها. الحراره كانت كتوصل ل 40 درجه، الرطوبه كانت خايبه، والهواء كان ثقيل. الناس كانوا مخنوقين، ولكن ماشي من الصهد. كانت كاينه شي حاجه اخرى في الهواء، ريحه الخوف، ريحه الموت. في داك الصيف العائلات في كاليفورنيا مبقاوش كينعسوا. الاباء ولاو كيشريو السلاح بواحد الطريقه هستيريه، الامهات ولاو كيسدوا الشراجم بالمسامر والخشب. واخا الحراره كانت كتقتل داخل. علاش؟ حيت كان كاين واحد الظل كيدور في المدينه، الشبح كيخرج غير بالليل ملي كيطيح الظلام. هاد الشبح ما كانش كيفرق ما بين حتى واحد. يقدر يقتل المراه، يقتل راجل، يقتل دري صغير، يقتل راجل كبير، مهموش. يقدر يقتلك في دارك، في طوموبيلتك، ولا في الشارع. الناس ولاو كيشكوا في الخيال ديالهم، الجيران مبقاوش كيتيقوا في بعضياتهم. مدينة لوس أنجلوس اللي معروفة بالسهرات والحياة تحولت لمدينة أشباح بمجرد ما كتغرب الشمس. الصحافة سماتو The Night Stalker، المتتبع الليلي. ولكن السمية الحقيقية ديال هاد الشبح ولا ديال هاد الوحش، السمية اللي خلات جيل كامل ديال الامريكانيين يترعدوا، هي ريتشارد راميريز. في الحلقه ديال اليوم غناخذكم في رحله مظلمه. ما غاديش غنعاود لكم شنو وقع، لا، غنحاولوا نفهموا علاش وقع هادشي. غنرجعوا للطفوله ديالو، غندخلوا للمنازل اللي تخليها وقعوا فيها الجرائم، وغنتخيلوا الرعب اللي عاشوه الضحايا في اخر لحظات حياتهم. وغادي نشوفوا كيفاش العداله واخا تعطلات في الاخير انتصرت بواحد الطريقه هوليوديه. وهنا سيادي بغيتكم توجدوا خاطركم وتوجدوا راسكم، حيت هاد القصه فيها تفاصيل قاسيه كتدل على ان الانسان يقدر يتحول لاي حاجه ولا لشي حاجه اسوأ من الحيوان. وجد القهوه ديالك واجي تكونسونطرا معايا وركز معايا شنو نقول لكم في هاد القصه. حبابيكم العالم ديال الغموض، العالم الكلمه فيه كتخوف، النظره تخبي الف سر. هنا ما كاينش قصص عاديه، هنا غادي نرجعوا لملفات واقعيه، قضايا غامضه، جرائم ما مفسراش اليوم. صوت غادي يديك وسط الاحداث باش تحس انك عايش وسط القصه. تسمع خطوات، تشم ريحه الخوف، تقول نفسك فعلا عرفنا الحقيقه. كل فيديو رحله بحر الظلام، فيه اختفاءات غريبه، جرائم مروعه، واسرار من هذا الزمان. انا ديالي ماشي مجرد حكايه، مجرد عالم يدخل العقل قبل الأذن. شارك الجرس اللي الصوت ديالك يوصل الحقيقة. معاكم صوتي. باش نفهموا الشجرة خصنا نشوفوا الجذور. وجذور ريتشارد كانت مسقية بالدم والعنف من النهار الأول. ريتشارد تزاد نهار 29 فبراير 1960 في مدينة الباسو الحدودية تاع تكساس. باه جوليان كان راجل قاسي، كان شرطي سابق في المكسيك، ولكن كان مريض بالعنف. كان كيجي للدار سكران كيبدا يضرب امو اللي كانت سميتها مرسيدس بواحد الوحشيه لا توصف. وريتشارد وخوتو كان كيتخباو تحت الطوابل وكيسمعوا غير الصوت نتاع الضرب والعظام كتهرس. ريتشارد اللي كان هو الصغير تاثر بزاف، جاء مرض الصرع، كان كيطيح وكيغيب على الوعي. تخيلوا معايا طفل صغير بلاص ما يلقى الامان في دارهم كان كيهرب منها. فين كان كيمشي للمقبره. المقبره. ريتشارد كان كيمشي للمقبره المحليه في الليل، كيتسكى فوق القبور وكينعس تما وسط الموتى. كان كيحس بالراحه اللي ما لقاهاش مع الاحياء. هنا غنطرح علامه استفهام كبيره. ملي الطفل يولي يفضل صحبه الموتى على الصحاب ولا على الصحبه ديال عائلته، عرف باللي الفطره ديالو تشوهات. ولكن الضربه القاضيه اللي قتلت فيه البراءه ديالو كانت سميتها مايك ولد عمو. رجع من الحرب الفيتنام في بدايه السبعينات. مايك ما كانش جندي عادي، كان في القبعات الخضراء وكان سادي. كان كيجيب ريتشارد اللي كان في عمره 12 عام
كيدخلوا للكراج وكيبدا يعاود ليه شنو دار في الحرب، كيعاود له دوك القصص، كيعاود له داكشي كامل العنف. ما كانش كيعاود ليه البطولات، كان كيعاود ليه الجرائم وكثر من هذا الشيء. كان كيوريه صور حقيقيه. مايك كان كيصور الضحايا ديالو في فيتنام، نساء كانوا مقطعين لهم الريوس ديالهم، جثث محروقه وشي حوايج ما يمكنش يوصفها العقل ديال بنادم. ريتشارد كان كيشوف هاد التصاور ومايك كيقول ليه شوف مزيان يا ريتشارد، القتل حريه، القوي كياكل الضعيف، ما كاينش رحمه في الدنيا. ريتشارد تيشرب هاد الافكار، والنقطه اللي كانت موراها ما كاينش رجوع. وقعت في 1973. ريتشارد كان حاضر في دار مايك، نض واحد الصداع ما بين مايك ومراته جيسي. في ثانيه وحده مايك جبد الفردي ديالو وتيرا في مراته في وجهها ضربه وحده، الدم طار وتشتت على وجه ريتشارد. عاود ما يهرب ريتشارد بقى مبلوكي، كيشوف الدم، كيشوف مايك. ومن داك النهار ريتشارد ما بقاش طفل، دخل في عالم المخدرات الثقيله، كوكايين، يعني انواع المخدرات كامله. باش يهرب من الواقع بدا كيهتم بعباده الشيطان، حيت بالنسبه ليه الله تخلى عليه شحال هادي. في 1982 ريتشارد رحل مدينه اللي كانت كتعطي الفرص، ولكن بالنسبه ليه كانت ساحه صيد. الحاله ديالو كانت كارثيه، كان عايش متشرد، كيبات في لوطيلات ولا في الفنادق الرخيصه في واحد الحي كان سميتو سكاي درو، اخطر حي في امريكان. ما كانش كيغسل، ما كان لا كيغسل لا ذاته لا شعره كان طويل ومجعد كيرلي، ريحته كانت خانزه حاشاكم، وسنانو سنانو كانوا كابوس بسبب الكوكايين والشراب. سنانو تعفنوا ولاو كحل وطاحوا منهم الطراف. دابا نوريكم واحد الفيديو كيهضر فيه وتشوفوا سنانو كيف كان. الريحه فمو بوحدها كانت كافيه باش تخلع اي واحد. كان كيسرق باش يشري مخدرات، ولكن السرقه ما بقاتش كافيه. اول جريمه قتل ديال ريتشارد كانت في يونيو 1984. الضحيه الاولى كانت جيني فينكو. جيني كانت واحد السيده كان العمر ديالها 79 عام، كان عزيز عليها تعنى بالجريده ديالها، وكانت عايشه واحد الحياه هادئه وبسيطه، ما دات حتى حد في حياتها وما ادات حتى واحد في حياتها. واحد الليله خلات الشرجم محلول باش يدخل شويه ديال البرد. ريتشارد دخل حيد الشبكه الشرجم وتسلل للبيت فين كتكون ناعسه هي، بيت النعاس ديالها بلا مقدمات. هجم عليها بوحشيه، ذبحها بواحد الطريقه خلات المحققين كيتقياو ملي شافوا داك المنظر. شي حوايج بالصد ديالها وخرج. الشرطه بقات ضايخه، شكون يقتل السيده كبيره بهذا الغل والحقد؟ الله اعلم. كانوا كيقولوا الله اعلم. القضيه دارت في الارشيف حيت ما كان حتى شي دليل. تصوروا الظلم، السيده عاشت حياتها كامله بسلام وتجي النهايه ديالها على يد واحد الوحش بحال هكا، ما يمكنش. وسط دارها اللي نورمالمون هو امن المكان عندها، ما عليناش. من مور هذه الجريمه ريتشارد غبر واحد الشهور، كان كيوجد لشي حاجه اكبر. كان كيسمع الموسيقى، اي موسيقى، كان ديما كيسمع الموسيقى وديما مجهد لها، وكيتعمق في كتب السحر الاسود، وكيقنع راسو باللي هو المختار من طرف الشيطان. يا سيدي ندوزو دابا 1985. وصلنا للصيف نتاع 1985، البدايه الحقيقيه لاسطوره نايت ستالكر. هنا ريتشارد بدا سلسله من الهجمات اللي دوخت العقل البشري. المحققين جيل كاريلو وفرانك ساليرنو كانوا واحلين. علاش؟ حيت الجرائم كانت عشوائيه تماما. الضحايا مره بنت شابه، مره راجل كبير، مره بنت صغيره. السلاح كان مره فردي، مره موس، مره مطرقه، مره كيخنق بيديه. البلايص فين؟ مره احياء غنيه، مره احياء فقيره، يعني فين ما جاب الله كيضرب. ندوي على واحد القضيه، قضيه القصه نتاع ماريا ودايل. في مارس 1985 ماريا هرنانديز كانت واحد الشابه طموحه، يلاه ركرات الطوموبيل ديالها في الكراج بلاصتها زعما. ريتشارد خرج ليها من الظلام وتيرا فيها ضربه وحده. ماريا دارت واحد ردة الفعل سريع، وهزت يديها قرطاسه ضربات في السوارت اللي في يديها ومنعتها من الموت. طاحت في الارض ودارت راسها ميته. ريتشارد يسحبوا ماتت، يسحبوا قتلها، ومشى كمل طريقه. دخل للدار ولقى صاحبتها دايل وكازاكي اللي ما كانت عارفه والو، وقتلها بواحد الدم اللي بارد. ندويو على عائله زازارا. ليله الجحيم عند هاد العائله هذه يمكن هي
شاع جريمه دارها. دخل واحد الفيلا اللي كانت فخمه في حي ويتر، لقى فينسنت زازارا ناس قتلوه هو في الفراش ديالو. من بعد داز لمراتو ماكسين عاشت الجحيم الحقيقي مع هذا السيد. ريتشارد كان كيضربها وكان كيسولها على الفلوس، ومن بعد في واحد اللحظه ديال الجنون الشيطاني اللي حضر ليه قلع عليها عينيها وهي باقا حيه. ملي سال الجريمه ديالو مشى للكوزينه عادي السيد، لقى واحد البيتزا كلا منها واحد طريف، شرب العصير بواحد البروده تام، رسم واحد النجمه خماسيه في الحيط وكتب عبارات كتمجد الشيطان. هاد التفصيل ديال البيتزا كيبين لك قمه السيكوباتيه، كيفاش انسان يقتل ويعذب ومن بعد يمشي ياكل بحال ما وقع والو. هادشي كيفوت الفهم ديالنا كبشر عاديين. الخيط الوحيد اللي كان عند الشرطه وهو اثار صبات ماركه افوسيت. المحققين اكتشفوا بلي كاينين غير 6 الناس اللي عندهم الفلوس في لوس انجلوس اللي شراو داك الموديل النمره 44، ولكن للاسف العمده ديال المدينه دار واحد الغلطه اللي فادحه. ما علينا شنو دار، زلق وهضر مع الصحافه وقال بلي الشرطه كتقلب على واحد الصباط معين. ريتشارد سمع هاد الخبر ولا داك الصباط في الواد، ولكن ريتشارد دار واحد الغلطه اللي غتنهيه. في غشت 1985 سافر لواحد المنطقه سميتها ميشن فيجو، دخل الدار ديال واحد الخطيبي، كان واحد مخطوبين واحد جوج ديال لي كوبل سميتهم بيل كارنس وإينيز إريكسون. تيرا في بيل الراس، بيل مسكين بقى حي ولكن تشلل حياته كامله. من بعد تكرفس على إينيز، تكرفس عليها، ولكن كانت مرة ذكيه وشجاعه بزاف وخرعب، بقات مركزه. ريتشارد في القمه ديال الغرور ديالو قال ليها شوفي فيا، عرفتيني شكون انا النايت ستالكر، قوليها للبوليس منين يوصلوا. وخلاها ومشى. إينيز فكت راسها ومشات عند الجيران، عيطت للشرطه وعطاتهم الوصف الدقيق ديال وجهه، قالت لهم شعره كيف داير، سنانو، وقالت لهم عينيه كيخلعوا، والاهم شافت الطوموبيل اللي سرق، كانت النوع ديال تويوتا، كان اللون ديالها برتقالي. الشرطه لقات الطوموبيل مهجوره مرشيامات. المحققين دازوا للطوموبيل بسكانر وفوق المرايه لقاو واحد البصمه تاع الصبع. هاد المره التكنولوجيا كانت في صف العداله، دخلوا البصمه للكمبيوتر وطلع الاسم ريتشارد راميريز. الشرطه دابا عرفت شكون هو، طبعوا الالاف الصور ونشروها في كل بلاصه. نهار 31 غشت 1985 ريتشارد كان مسافر، يلا رجع لوس انجلوس في واحد الحافله في الصباح بكري. ما كانش عارف بلي تصويرته معلقه في كل قنت. دخل الحانوت باش يشري شي حاجه، هو واقف في الصف، شاف وجهه في واحد الصفحه الاولى ديال الجورنال. الناس في الحانوت عرفوه. واحد السيده غوست بقات كتقول هذا هو القتال، هو هذا، وكتشير بصبعها عليه. ريتشارد اللي كان كيخلع المدينه كامله ولا هو اللي مخلوع، خرج كيجري، قطع الطريق وسط الطوموبيلات ودخل لواحد الحي شعبي سميتو إيست لوس أنجلوس. وهنا دار واحد الغلط اللي غلطت حياته، اللي هي فين غيتشد فيها. هاد الحي السكان ديالو كانوا مكسيكيين ولاتينيين معروفين بالحراره ديال دمهم والدفاع على الجيران ديالهم. ريتشارد حاول يسرق واحد الطوموبيل من واحد المراه، ولكن راجلها خرج ليه بواحد الحديده. تجمعوا عليه الجيران، 1 2 10، كتعرفوا ملي كتجمع ديك الجوقه بزاف ولو كثر من 20 واحد، حاصروه. واحد ضربوا بلاصه الراس ديالو طيحوا. من تما بدات الحفله ديال العداله الشعبيه. كلا الدق داك النهار العصا اللي كلا عمرو كلها في حياته، كلاو عليه واحد العصا لدرجه ان وجهه ما بقاش كيبان بالدم. ملي وصلت البوليس لقاو ريتشارد كيطلب السله بلا عنب، كيقول لهم غير عتقوني منهم راهم غادي يقتلوني. الشرطه هزاتو، قال له المحقق زهر كبير حيت جينا، كنت عطلنا غير دقيقه كون راه دفنوك تما حداهم. المحاكمه ديالو كانت مسرحيه، كان كيضحك كيرسم نجمه خماسيه في يدو وكيوريها للكاميرات وكيقول هايل ساتان. تحكم عليه بالاعدام ب 13 لتهمه قتل، ولكن القدر كان عنده راي اخر. ريتشارد ما تعدمش، بقى في الحبس 23 عام. في 2013 جاه سرطان الدم. داك الوحش اللي كان كيفتخر بالقوه ديالو مات في واحد السرير ديال السبيطار، ضعيف كيغوت بالوجع. مات بوحدو بحال الكلب، مات بوحدو
ما عنده حتى شي واحد. قصه ريتشارد راميريز هي تذكر لينا كاملين بلي الشر كاين بصح، وانه يقدر يتكون بسبب العنف في الصغر ديال بنادم وفي البيئه الفاسده اللي كيكون عايش فيها. ولكن هي ايضا قصه كتبين قوه الشجاعه، شجاعه الضحايا بحال إينيز وشجاعه الناس العاديين اللي وقفوه في الشارع. ريتشارد راميريز مشى للتراب، مات، والضحايا ديالو بقاو في قلوب عائلاتهم. وهنا كنتمنى هاد التغطيه المفصله تكون عجباتكم، واخا كانت قاسيه شويه. بغيت نعرف الراي ديالكم في التعليقات. واش كتظنوا ان الموت بالسرطان كان عقاب كافي ليه ولا كان خاصو يتعدم؟ ما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس حيت القصه الجايه غتكون اكثر غموض. كنتمنى تعجبكم قصتي، كنتمنى تستمتعوا بها، كنتمنى تبارطاجيوها. كنت معكم بصوتي نحكي. شكرا بزاف وبسلامه عليكم.